اهلا بيكم في فيديو جديد من كابوريا ستيشن. النهارده انا هتكلم على اكتر الافلام المنتظره في سنه 2023 رغم ان كان فيها افاتار افلام مارفل بقى ودي سي والكلام ده كله. بس للاسف كانت سنه محبطه، يعني كانت سنه مسلسلات قوي في نفسها. لكن 2023 اعتقد من الواضح حاليا انها هتكون سنه افلام اكتر ما هي هتكون سنه مسلسلات، فتعالوا نشوف. مبدئيا جون ويك كيانو ريفز هيرجع لنا بجزء رابع من سلسله جون ويك. انا معرفش انتوا حابين السلسله دي ولا لا، بس انا اعتقد السلسله دي هي مش تقيله بس ممتعه. يعني طبعا هو عمال يتشاط بعربيات وبيتضرب على طول ومش عارف ايه، بس وبيحصلوش حاجه في الاخر. بس في النهايه انا شايفها حاجه ممتعه وقدمت جرعه اكشن في سنين قليله جدا وبحسها لذيذه وجودها حلو بامانه. يعني جاردنز جالاكسي فوليوم 3 دي نهايه الثلاثيه بتاعت جاردنز جالاكسي اللي بدات 2014. اخر حاجه شفنا جاردنز جالاكسي في افلام الافنجرز انفينيتي وور واند جيم، وبرده ظهروا في كاميو في سور لاف اند ثاندر، بس طبعا ده مش كان فيلم، كان وحش قوي، فمش عارف اعترف بيهم وجودهم اصلا. ما حسيتهمش اصلا هم كانوا موجودين. فاخيرا بنشوف نهايه التيم ده، ايه اللي هيحصل. يعني بغض النظر اللي حصل في افلام الافينجرز، انا شخصيا متحمس اشوف ايه. يعني هي طبعا سلسله لذيذه خفيفه، مش تقيله مش ضخمه، بس اعتقد الجزء ده من اللي شفته في الاعلان، الجزء ده هيبقى تقيل، لانه زي ما قلت دي ختاميه، ومخرج بتاعه مخرج جيمس جان اللي هو رئيس دي سي حاليا مطلع بقى شغل جامد اللي عنده، اللي هو هيسيب مارفل بعلامه. فهنشوف هل هيقدر يثبت نفسه ويسيب مارفل اللي هو لا انتوا خسرتوني جامد ومش عارف ايه والجو ده، ولا هيبقى فيلم زي الاول والتاني. رغم ان الاول كان تقيل بصراحه وكان محترم، التاني اللي هو فادينا هنشوف فاست اكس بقالنا كتير معاها، فاعتقد بقت جزء مهم. ندخل السينما كده نتفرج على كام عربيه تتكسر ونشوف فين ديزل بيموت ويرجع تاني كالعاده، فالموضوع لذيذ. كلام الناس كلها ده انفينيتي وور بتاع فاست اند فيوريوس، بغض النظر طبعا عن الضحك اللي سمعته في الكواليس، بغض النظر عن مشاكل فان ديزل وذا روك والليله اللي ورا الفيلم ده. بس خلينا متفقين ان ده هيبقى اهم فيلم في السلسله حاليا، يعني لانه خلاص ده الجزء اللي قبل الاخير. كمان سنة سنتين هينزل بارت 2 بتاع فاست اكس ده، وخلاص بقى يلم اللمة دي كلها وخلاص. سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس ده جزء تاني من السلسلة، والجزء الاول بجد كان مظلوم جدا تجاريا. ولو انت مفرجتش على الجزء الاول اللي هو انتو سبايدر فيرس، يا ريت تتفرج عليه، من احلى ومن اعظم الافلام اللي اتعمل لسبايدر مان بجد. الفيلم ده لو هتيجي تقارنه بالمالتي فيرس مثلا بتاع نو واي هوم، مفيش مقارنة. الفيلم ده مالتي فيرس بتاعه عظيم، بس ظلمه طبعا ان هو كرتون. انا شفت اعلان واضح اللي هو هيبقى فيلم تقيل و... وفي النهايه برضه لازم ندي فرصه لصناعه الكرتون شويه، يعني سواء كرتون او انيميشن او الحاجات دي كلها احنا لازم نديها فرصه شويه، لانها بتموت بسبب ان احنا فكك انت مش لايف اكشن، انت مش هتتفرج عليه. فالموضوع ده عمل ازمه عندنا، وريت تتفرج عليه لان في جزء ثالث كمان وبتاع، ممكن توم ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند يظهروا فيه. فيعني انا متحمس اشوف الفيلم ده بصراحه. ترانسفورمرز ترانسفورمرز حاولوا كتير ان هم يعملوا افلام، وعملوا الجزء الاول نجح قوي، الجزء التاني الجزء التالت عملوا تغيير كاست، الجزء الرابع عملوا اللي هو كان معرفش بنفس الكاست بتاع التالت، بعدها الجزء الخامس عملوا ريبوت وعملوا بامبل بي ومش عارف ايه. طبعا السلسله خلاص بتموت يا جماعه، السلسله بتحتضر. بس برضه ترانسفورمرز ليها اسم، ما ينفعش مثلا اجي اتكلم على افلام السنه وما اجيبش سيره ترانسفورمرز برضه هيعمل قصه جديده بكاست جديد وبيجربوا حظهم. يعني هما بيلعبوا امور بامانه، يعني يرموا كده يرموا الفيلم ده، ظبط هيكملوا ترانسفورمرز، ما ظبطش اعتقد ترانسفورمرز محتاجه 4 8 5 6 سنين عبال ما ترجع تاني. وفي الغالب ممكن ترجع للستريمنج كمسلسل بقى، نتفليكس ابل امازون حاجات زي دي، لان خلاص كده اكل عيشها اتقطع في السينما. ذا فلاش ده اهم فيلم الدي سي هينزل السنه دي. الفيلم ده عليه مشاكل مش طبيعيه. من كام شهر حرفيا الفيلم ده كان هيتلغى ومكانش هيتعرض بسبب مشاكل اللي عاملها البطل بتاعه إزرا ميرور، خبط كام واحده بالطوبه تقريبا وضرب واحد بالكرسي، فعليه قضايا كتيره. بس الفيلم ده هينزل، والفيلم ده مهم. الفيلم ده مهم لاي واحد مهتم بعالم دي سي السينمائي. الفيلم ده هو اللي هيعمل تغيير جذري، وهو اللي اعتقد هيبقى حلقه الوصل ما بين عالم دي السينمائي اللي بدا في مان اوف ستيل وعالم الجديد اللي دي هتعمله في 2024 او 25.
فشوفوا. انا سمعت كلام حلو قوي عن الفيلم ده بجد، بغض النظر عن مشاكل البطل، بغض النظر عن الازمات اللي هيعملها وتغيير القصة اللي هيعمله في عالم دي السينمائي. بس في النهايه الفيلم ده انا بسمع كلام عنه ان هو فيلم بجد حلو قوي. وبرده دي عوده مايكل كيتون بدور باتمان، ففي نوع من النوستالجيا. هي مش النوستالجيا بتاعتنا بامانه، لان احنا هو برده باتمان سنه 1989 تقريبا. فيعني مفيش نوستالجيا بالنسبه لي، انا مولود 99 ومعظم الناس اللي هنا مش هتحس بكيتون. بس في النهايه هقول لك ده فيلم فيه باتمان، فايا كان لابس الماسك وايا كان الممثل، ففي النهايه الفيلم ده فيه باتمان، فمحدش مش هيدخل فيلم فيه باتمان. صباح الفل يعني. انديانا جونز بيرجع لنا بجزء خامس من السلسله، واعتقد الجزء الاخير. انا ما شفتش السلسله بدات في السبعينات ولا الثمانينات، فمهم فيلم مهم بامانه يعني، ما اعرفش عنه حاجه بس مهم. ميشن امبوسيبل، عمنا توم كروز بيرجع لنا بجزء جديد من السلسله. طبعا انا كنت عامل فيديو السنه اللي فاتت ان هو هينزل السنه 2022 ومش عارف ايه والكلام ده، بس انا فاكر ليله نزول الفيديو ان حصل تاجيل للفيلم بسبب الكورونا والكلام ده. ميشن امبوسيبل بالنسبه لي هي نوستالجيا يا جماعه بصراحه، هي حاجه كده زي فاست في الموضوع، بس وزنها تقيل وبيعملوا قصص حلوه. زائد كمان لو مش مهم للسلسله فهو مهم ده توم كروز، فيلم توم كروز الجديد. يعني لو مش هنتكلم على سلسله او ناس زهقت من السلسله، بس برضه لو مش هنتكلم على توم كروز فهقول لك ان السلسله حلوه، سلسله جامده. حتى لو اول كام جزء كانوا رايحين في داهيه، بس هم عدلوها وظبطوها. وبصراحه من الحاجات اللي خلتني دايما اقول لا يا جماعه، ما يعني اوعوا تفقدوا في امل في سلسله ما. يعني اذا شفت سلسله مثلا او جزئين وحشين، ادعموا السلسله دي، لان هم لو الناس دي محترمه زي الناس المسؤولين عن ميشن امبوسيبل هيقدروا يظبطوها. وده طبعا بفضل توم كروز بامانه يعني. وبصراحه انا متحمس، لان تقريبا ده الجزء اللي قبل الاخير برضه هيبقى بارت 1، وفي بارت 2 ليه هينزل معرفش السنه اللي بعد الجايه او بعد الجايه. فبرضه يا ترى ايه يعني، يا ترى هيختم حاجه زي دي ازاي، يا ترى طموحهم هيوصلهم لفين. فبصراحه ده من اكتر الافلام مهمه بالنسبه لي بصراحه. اوبنهايمر من اعظم المخرجين اللي جم في التاريخ، اخيرا بيرجع لنا فيلم جديد من بعد تينت. رغم ان انا ما شفتش حاجه تخليني ان انا اشوف الفيلم ده في الاعلان او تحمسني ان انا انزل من بيتنا ان انا ادخل الفيلم، بس في النهايه كفايه الاسم. زي ما قلت كريستوفر نولان يعني فيلم عظيم، كريستوفر نولان يعني انترستيلر، يعني انسبشن، يعني دارك نايت، يعني ذا برستيج. الراجل ده عظيم، فلو عامل فيلم اي حاجه فانا هدخل اشوف اي حاجه يعني. طبعا لازم ده يكون من اهم افلام اللي هتنزل السنه دي. زائد كمان ان هو في كاست حلو، هو بيتكلم تقريبا عن صناعه صاروخ نووي او حاجه زي كده. زي ما قلت مفيش اي جاذبيه، او اللي هو مش ملفت انك تدخل تشوفه، بس بمقارنه ان هو هينزل في نفس يوم فيلم باربي. كنت هحطه بصراحه من اهم افلام السنه دي، بس اتحركت بصراحه يعني. فانا حاسس الناس لما تدخل سينما او اي عيله تلاقي فيلم زي ده بتاع صاروخ نووي وباربي، هيدخلوا باربي بنسبه كبيره جدا. بس سواء الفيلم ده نجح او ما نجحش، فسيظل اكيد 100% من اهم الافلام اللي هتنزل سنه 2023. ديون بارت 2 يا جماعه، ديون بارت 1 اللي نزل من سنتين تقريبا او من 3 سنين. الفيلم ده بجد من اعظم الحاجات اللي شفتها اخر فتره. المخرج ده عظيم بجد، المخرج ده تقيل واندر ريتد، بس هو مشكلته اللي هو ما بيعملش ايرادات كبيره، بس في النهايه هو بيعمل افلام ذو قيمه بسينماتوجرافر تقيل بكل حاجه. فيلم ديون بارت 1 لما نزل ما خدش حقه بسبب ان ساعتها وارنر بروس كانت بتنزل الافلام في السينما وفي نفس الوقت بتنزلها على منصه اتش بي او ماكس. بس في النهايه الفيلم عظيم. بالمناسبه يا جماعه برضه هو مش فيلم كده وخلاص، لا دي بدايه فرانشايز ان هي مبنيه على كتب، فالحقوها من بدري. وزائد كمان ديون بارت 1 هيتعملوا سبين اوف، مسلسل مشتق من العالم. فالعالم فيه عالم جديد، فاتمنى كلنا نشوفه ولان هو يستاهل، ونبداه بقى من اوله، ولان هو العمليه هتطول ان شاء الله. بريكوال لفيلم هانجر جيمز ده هيبقى فيلم احداثه قبل سلسله هانجر جيمز بسنين كثيره جدا. واعتقد ازاي الهانجر جيمز اللعبه ذات نفسها اتبنت واتعملت، ودي حاجه انترستنج بالنسبه لي بصراحه. هانجر جيمز مهما كان مثلا اخر جزء كان مخيف شويه، اخر حسيت الناس نامت شويه في الايرادات والتقييمات، بس في النهايه هانجر جيمز سلسله مشهوره وتقيله، فانا شايفه مهم بصراحه، وشايف كاست لذيذ وبتاع. فالله لا انا مهتم جدا اشوف الفيلم ده هيبقى عامل ازاي، ومهتم اشوف اللعبه دي اتعملت ازاي. وكمان انا مزعلني ان هانجر جيمز انا كنت عايز اشوف افلام زياده، عايز اشوف حاجات للعالم ده.
فلو انت مش عارف تكمل في العالم ده فقشطه، لو تقدر تعمل حاجات زي جيم اوف ثرونز كده، هاوس اوف دراجون، فدي حاجه يعني هتبقى وزنة الدنيا، وفي نفس الوقت تحيي السلسله من جديد. دي اهم افلام هتنزل 2023. اكيد في افلام سقطتها، اكيد في افلام برضو ممكن تكون اهم بالنسبه لك، مثلا حاجه زي ماريو، في حاجات كومان لاست كينجدوم تقريبا، مش عارف ايه برضو، في بتاع الاريال عروس البحر اللي هو بصراحه مش راضي عنه تماما وعايز اتكلم عليه بسبب الكاست، وان هم خلوها اريال سودا وعشان العنصريه والكلام ده كله. ففي حاجات كتيره، والسنه دي اعتقد هتبقى سنه تقيله سينمائيا. وحتى لو ضعيفه او حتى لو كل الافلام دي مش حلوه، فبرضه فرصه حلوه ان احنا ندخل السينما من تاني، لان ببساطه المسلسلات اقل سيكه من السنه اللي فاتت. فادينا هنشوف. بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كابوريا ستيشن. أز كابوريا، أز كابوريا، لو أزوني البقى في